الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى، ما شاء الله العظيم، الله يبارك لك ويرضى عليك. تعالى يا محمد. محمد شوف لي الشريحة، فكتها وحطيتها فين؟ شوف لي الشريحة اقفل الهاتف يا دكتور. شريحة الهاتف، أو ممكن تقاها على بص كده، ممكن تقاها الشريحة كده ممكن تكون تحت وقعت. أيوه، الله يفتح عليك، جزاك الله خير، الله ينور عليك. كلوا معي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفره لي فاغفره لي فاغفره لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا من ذنوب وآثام، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وثبتنا على هذا العهد حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. كنا مع كنوز القرآن الكريم في اسم سورة الحديد وإعجاز آية سورة الحديد وما فيها من دلائل دعوة الإسلام إلى قوة المسلمين وعزتهم، وإعجاز القرآن الكريم العلمي والكوني، وما فيها أيضا من دعوة إلى الجاهزية والقوة العسكرية المسلمة في مواجهة المحتلين والغاصبين. ومع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد منصور، عميد عمداء الشريعة الإسلامية وعميد معهد الدعوة الدراسات الإسلامية بوسط وشمال وغربي وشرقي الدلتا، فليتفضل مشكور. إن شاء الله محاضرات النهاردة في محاضرات مراجعة مع الحديث، علم الحديث وعلم التفسير إن شاء الله بعد انتهاء. تفضل يا دكتور. يا مرحبا. شيل العباية من ورايا بس اقعد عليه، مش يسهلني اقعد عليه.
لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا وفيرا أن وفقنا وهدانا إلى أداء فريضة من فرائض الإسلام وشعيرة من شعائر الإيمان، وهي صلاة الجمعة التي خطبنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور جميل أحمد علام، والذي تناول في خطبته كعادته سور القرآن كلها من أولها إلى آخرها. وها هو مع سورة الحديد اليوم يتحدث عنها وعن مقاصدها، وهي إن دلت على شيء تدل على حسن الإيمان بالله وصدق اليقين بالله والاعتماد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لنا فيه وأطال الله لنا عمره وحقق له آماله ورجاءه ونفع به الإسلام والمسلمين. والإمام الذي أمنا وقرأ علينا آيات من سورة الحديد بين الله فيها أجر وثواب كل طائفة من طوائف الإسلام على قدر الإيمان وعلى قدر اليقين بالله وعلى قدر الاعتماد على الله. بين ذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ما أجرهم وما ثوابهم وما عطاءهم، الله يضاعف لهم ولهم أجر كريم لا يعلمه إلا الله، لأنهم فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله. أقرضوا الله قرضا حسنا ولا يعلم ذلك إلا الله، أجرهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. طائفة أخرى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي صدقوا بإيمانهم، آمنوا بالله ربا واعتمدوا على الله وأنه المستحق العبادة الله. كل مؤمن يقبل على الله بطاعته، وآمنوا أيضا بجميع أنبيائه ورسله فلم يفرقوا بين الله ورسله. ما جزاء هؤلاء يا ربنا؟ أولئك هم الصديقون، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في اعتقادهم، صدقوا في طاعتهم لربهم، فنالوا الأجر والثواب كاملا. طائفة أخرى وهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم خاص بهم لا ينفك عنهم. طائفة أخرى وهم أهل الكفر والنفاق والإلحاد. قالت الآيات: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب الجحيم. يا سلام، كل بعمله، إنكم مجازون بأعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلنقدم على الله بطاعة الله، ولنعتمد على الله اعتمادا عظيما كبيرا لا تزلزله الشدائد ولا تحركه المخاوف، يظلون على إيمانهم. فهؤلاء صدقوا مع الله ورسوله فاستحقوا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتمسك بديننا، وعلينا أن نحافظ على عقيدتنا، وعلينا ألا ننساق أبدا مع تلامذة المسيح الدجال الذين يدعون إلى الكفر ويدعون إلى الإلحاد ويدعون إلى ترك الإيمان بالله، يدعون ذلك ويبررون ذلك بأموالهم، وما آتاهم الله من قوة وعتاد جعلوا ذلك في سبيل الشيطان. أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون الذين ينالون نار الجحيم تكوى بهم جباههم وجنابهم وظهورهم. هذا ما فعلتموه في حياتكم، ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واعتمدوا على الله لآتاهم الله أجرا حسنا كما أعطى المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. حقا لا يتساوى الناس بأعمالهم أبدا، يتفاوتون بقدر درجاتهم وأعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. فأولئك الذين آمنوا بالله ورسله وجاهدوا في سبيل الله جهادا يقينا لهم أجرهم ونورهم، نور يحيط بهم من كل مكان، نور يشملهم من أرجلهم إلى أعلى رؤوسهم، نور يحيط بهم كأنه نخلة عالية تحيط بهم من النور. بقدر إيمانهم كان نورهم. وأما الذين قل إيمانهم وعملهم فيكون إيمانهم على قدر أعضائهم، على قدر رؤوسهم وجسمهم. والذين أقل من ذلك نورهم يضعف حتى ترى الرجل المؤمن نوره على إحدى أصبع قدميه ينطفئ مرة وينور مرة. إيمانه ضعيف، نوره ينور على إصبع قدمه تارة وتارة ينطفئ. ليه؟ لضعفه. لكن أصحاب النور القوي نور يفوق الشمس في أضوائها، نور طاعة المؤمن لربه جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منور ومشرف، منور ومشرف يا عم.
حياك الله.